السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ورجعنا لكم النهاردة بتحدي بقى تحدي بجد. يعني التحدي ده انا بستناه، يمكن اكتر منكم كمان. انا بستنى التحدي ده عشان اعرف ام يوسف بتحبني ولا لا. واغلبيه الناس بتطلب منها تحديات اصلا. طيب التحدي ده عبارة عن ايه؟ هنعمل انا وام يوسف تحدي مين يعرف التاني اكتر. طبعا انا عارفك اكتر وعارف كل حاجة عنك. انا اللي عارفك اكتر. طب هنشوف. تمام، انا مستني التحدي ده عشان اشوف انت يعني عارفه كل حاجه عنه ولا لا. انا اعرف كل حاجه اصلا. تمام، قبل يا جماعه ما نبدا التحدي وقبل ما نخش في الحوار وفي الموضوع، نعمل ايه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمل اشتراك للقناه واعجاب للفيديو وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وعايزين بقى الصفحه توصل القناه توصل ل1000 مشترك، وهتوصل ان شاء الله. ان شاء الله توصل طول ما اخواتنا معانا. طبعا بدعمكم وبتشجيعكم وبكلامكم الحلو، احنا واثقين فيكم اللي انتوا هتوصلونا ل1000 وهتعدونا كمان ال1000 ان شاء الله باذن الله. طيب نبدا التحدي. يلا بينا. جاهزه للتحدي؟ جاهز. طبعا يا جماعه انا هسال ام يوسف 5 اسئله وهي تسالني ايه؟ 4 أسئلة. 5 اسئله برضه. 4 ليه؟ انت هتاكلوا سؤال. لا، انا هسال ام يوسف 5 اسئله وهي تسالني 5 اسئله، وهنشوف مين اللي هيجاوب بقى على ال5 اسئله. انا. واللي هيجاوب عليهم صح يبقى هو بيحب التاني اكتر. انا. وانا واثق ان هي مش هتجاوب ولا على سؤال. لا انا هجاوب. طب اما نشوف. يلا نبدا. يلا بينا. نبدا. قولي لي بقى يا ام يوسف، ايه اكتر مكان بحب اروحه؟ المنصورة. بيحب يروح جزيرة الورد. صح، حرفيا يا جماعه بحب اروح المنصوره جدا. جزيره الورد ديت يعني بحب المكان ده جدا، بحس براحه نفسيه كده لما بروح هناك. ليه بقى؟ هو كده بقى من غير ليه. تمام ماشي. تمام فعلا. اول سؤال انت جاوبت على صح. تمام. طيب اسالي. هسألك انا. ممكن تعلي صوتك عشان احنا ما بنسجلش في المايك. عيد ميلادي امتى؟ عيد ميلادك امتى؟ مش فاكر. انت بتتكلم جد؟ لا والله. عيد ميلادي امتى؟ عيد ميلادك يوم 24/11/2006. تمام بالظبط كده. يا سلام عليك. اقول لك انت مولوده يوم ايه كمان؟ ما هو المشكله ان انا ما اعرفش، ما كنتش معاكي. لا ما انت اكبر مني المفروض تقول. اليوم انا كنت هناك معاكي. تمام، الاجابه صحيحه يا جماعه. كسب في اول سؤال انا سالته. تمام، كده التعادل 1-1. اسال يلا انت. طيب السؤال الثاني. طيب نفس السؤال. انا عيد ميلادي امتى؟ عيد ميلادي كان يوم ايه؟ يلا بسرعه. استنى كده اما افكر بسرعه عشان ما نطولش على الناس. عيد ميلادي امتى؟ 11/2000. يا دي محتاجه تفكير. كم 1/11. 1/11 2000 2000 وكام؟ 2000 بس متأكدة؟ الإجابة للأسف صح. انت جاستني. قلت بتولد في 200 ولا ايه؟ صح كده. انت ايه كده؟ 2-2. لا 2-1. 2-1. يلا اسألي بقى. لا السؤال لك انت بقى، اسألي. صح. طيب ايه اكتر اكلة بحبها؟ ايه اكتر اكلة انت بتحبيها؟ اكتر اكلة انت بتحبيها ايه؟ اكتر اكلة انت بتحبها ايه؟ والله ايه الكريب. الموضوع سهل خالص يعني، مش محتاج تفكير. امال فكرت طبعا يا جماعه انا من عشاق الكريب، وبالذات بقى لما يكون كريب كده بالفراخ البانيه. يا سلام يا سلام يا سلام. مع عايزه كولا بقى وكيس. خلاص بقى عشان حضرتك انا عامل دايت فايه نبدا اللي احنا نقفل على الموضوع ده عشان انا عامل دايت وانت بعد ما نصور راح اجيب واحد واجي. طيب تمام ماشي. طيب يا جماعه حرفيا اكتر اكله بتحبها الكريب. طيب السؤال ليا كده كام؟ 2-2. انت اللي تسالني. انا اللي هسالك بقى السؤال. ايه اكتر حاجه بتعجبك في شخصيتي؟ اكتر حاجه بتعجبني في شخصيتك حنيتك عليا. تاني حاجه دي عموما بقى ان انت مش من انت بصباص، او مثلا لو شفت بنت مثلا وجيت لك كلام او كده ما لا عادي اصلا بالنسبه لك. غير كده انت حافظ كتاب ربنا يعني. شخصيتك محترمه مش زي الشباب بتوع اليومين دولت يعني. الحمد لله. طيب ربنا يحفظك يا رب. ده اكتر حاجه بتعجبك في شخصيتي؟ تمام. طيب السؤال لك كده 3-2. ايه اكتر حاجه بتكرهها فيا؟ اكتر حاجه بكرهها فيكي؟ بصراحه ربنا كده من غير زعل، احنا بنتكلم بصراحه. تمام، واحنا كمان بنتكلم مع اخواتنا وحبايبنا، فاحنا هنبقى صراحه معاك في كل حاجه.
تمام. اكتر حاجه بكرهها في شخصيتك اللي انت قفوشه قوي، تمام. وبتطولي في الزعل. يعني ما مش اقول لك ايه، مش بتتصالحي بسرعه، بتاخدي وقت كده، ودي اكتر حاجه بتضايقني فيك. يا جماعه بتدلع عليه. ايوه بس مش يعني للدرجه دي يعني. طب في ايه؟ ده ممكن يا جماعه تقعد ساعه زعلانه، ساعتين، طب ما ايه يعني 3. يا جماعه جوزي وبتدلع عليه. مش للدرجه دي برضه. لا انا عاجبني كده. يا ريت يا جماعه تدعوا لها ان هي تبطل الموضوع لا. ده. اللي انا لما اقول لها خلاص ما تزعليش، تقول لي خلاص ما عدتش زعلان، بجد الموضوع خلص. طب انا زعلانه. تمام. طيب دلوقتي كده 3-3. السؤال لي انا بقى، انا اللي هسألك. اتفضل. طيب ايه اكتر حاجه بتضايقك في شخصيتي او بتضايقك فيا؟ ازاي يعني ايه الحاجه، او بلاش دي، ايه اكتر حاجه بتضايقني؟ اكتر حاجه بتضايقك ان انت تكون قاعد في مكان وحد يدخل عليك يقولك انت انا مين. واكتر حاجه بتكرهها التجاهل، ان يكون في شخصين مثلا قاعدين بيتكلموا وانت قاعد معاهم يقعدوا يتشاوروا كده، يعني يشاوروا اللي هم بعض. بيتعاملوا بلغه الاشاره بقى عشان انا ما اعرفش. اللي هو زي مثلا ايه، او مش واخد باله فاحنا نشاور. يعني فاهمين ده حاجه بيتجاهلوني يعني اكني مش موجود وكده. فعلا حرفيا صح. فعلا ده اللي هو بكرهه. صح كده، صح كده. 4-3. اسألي. خيرا كسبت بقى. تمام اسألي. انا اللي اسألك. طب بص، ايه اكتر مشروب انا بحبه؟ اكتر مشروب انت بتحبيه؟ اه. اكتر مشروب انت جاوب بقى. طب ممكن يعني استعين باي حاجه؟ لا يا حبيبي. اكتر مشروب انت بتحبيه؟ انت عمرك ما سألت السؤال ده ولا انا عمري سألتك السؤال ده؟ طب ثانيه واحده. اكتر مشروب انا بحبه ورد بسرعه، معاك 5 ثواني. 1 2 حد يقول لي. 3. طب اكتر مشروب 4. ثانيه، طب ثانيه. ها ايه اكتر مشروب انت بتحبيه؟ اه. طب انا بسالك ايه اكتر مشروب. لا يا بابا، ده اللي بسألك، ده اللي بسألك، بيقول انا بسألك. لا انا بسألك. قول. طب ما انت قولي. قول. طب قولي. طب انت طب لا. عرفيني، طب عرفيني عشان اقول. لا اعرفك ليه، هو سؤال قدام الناس. انا بقولك انت انا اكتر ايه مشروب بحبه. ايه اكتر مشروب انت بتحبيه؟ مع المشكله. طب ثانيه. ماشي تمام. ايه اكتر مشروب انت بتحبيه؟ طب اقول بصراحه انت ما قلتليش. بجد انت ما كنتش قلت لي خالص. ولا تعرف من طلباتي ليك منك خلاص. ممكن نعدي السؤال. ممكن نعدي السؤال ده والله. طب ممكن نعدي السؤال ده. ممكن نعديه. غريب. تمام. طب خلاص. يبقى انت كده خسرت في السؤال ده. طب ماشي سأل. لا انت خسرت فيه. تمام ماشي. ماشي اعتبرني خسرت فيه، خسرت فيه. طيب السؤال لك. ايه اكتر كلمة بقولها لما بكون مبسوط؟ مبسوط؟ بعبر بقى عن الانبساط، يعني بتلاحظها كده ان انا مبسوط بقى وفرحان. يا شيخ. ضحكت الناس علينا كده. لا لما بكون مثلا بقول له حاجه، يعني مثلا ايه، مثلا يعني يا ابو يوسف القناه مثلا وصلت، يعني مثلا ايه، احنا كان عندنا مثلا 510، يا ابو يوسف القناه بقت 550. يا شيخ بجد. يا شيخة. والله العظيم دي فعلا الكلمه اللي بيقولها. فعلا يا جماعة حرفيا ده اكتر كلمة بقولها لما بكون ايه مبسوط. لا متعصب. مبسوط متعصب ايه. طيب يلا السؤال لك كده. انت جاوبتي، يعتبر جاوبت ال5 اسئلة صح. طيب اسأل بقى. انت اسألي. انا اللي اسألك. تمام. يا رب استر. واحد يا رب يا رب يا رب ما يجاوب كمان ده. يا رب استر. طب ليه بس كده، حرام عليك. ايه اكتر لبس انا برتاح فيه؟ درسات ولا عبيان ولا مثلا جيب وقميص عليها وكده؟ لا بس ده انا عارفه يعني. ده انت بتختار اللبس قدامي. طب قول. اكتر لبس انت بتحبيه؟ هفكر ثانية واحدة. لا شكلك هتخسر في ده كمان. لا انت بترتاحي في الدرسات. صح. انت بتحب الدرسات جدا. صح بحب الدرسات لان يعني بتبقى قطعه واحده كده بقى فبرتاح فيها. مش كل شويه جيبه ومش عارفه. طبعا يا جماعه كده التحدي خلص. وعلى فكره هو خسر وللاسف ابو يوسف في سؤال ما عرفتش اجاوب عليه.
بس اعرفه بعد ما نخلص لا الفيديو. مش هقول له عليه برضه، طب بس ليه؟ هو لوحده هو اللي يعرف. عشان لما نيجي نعمل فيديو لا. تاني ولا حاجه ابقى عارف لا. ابقى عارف عنك كل لا حاجه. مش هقول لك عشان ايه تبقى عارف. لا بس مش معنى هو اللي كده انا مش بيحبني. طب لحظه بس. بس. مش معنى اللي انا خسرت في السؤال ده او ما عرفتش اجاوب اللي انا ما بحبكيش. لا هو كده دلوقتي لا انا والله كنت فاكره أنا- بيحبني 100%، وكده بيحبني 45%. بس كده. طب انت نزلت 55% عشان سؤال؟ نزعنا منك. لكن يا جماعه اللي عاد احنا كلنا بننسى وممكن ماليش تكوني دعوة. قالت لي في يوم من الايام، بس انا يعني حرفيا انا نسيت. ماليش دعوه. بس نسيت غصب عني بقى من الضغط ومن الشغل ومن الكلام ده كله، فغصب عني. مش معنى ان انا نسيتها، لا انا ما انساكيش والله. انا هطلب العصير ده اللي انا بحبه النهارده، هطلبه منك تجيبه. يا ريتني كنت قلت عشان ما كنتش تطلب. اقول لك ها افتكرته ولا لا؟ خلاص عشان ما نطولش على الناس. تمام. طبعا يا جماعه هو ده كان الفيديو بتاع النهارده. يا يا رب رب يكون يكون عجبكم وفرحتوا وضحكتوا معانا كده وفرفشتوا معانا. ما ضحكوا عشان انا ضحكته. طيب في نهايه الفيديو بقى ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتعملوا وتعملوا اعجاب للفيديوهات بتاعتنا، وما تنسوش تفعيل الجرس اهم حاجه عشان يوصلكم كل جديد. يلا نقول لهم ايه بقى؟ سلام.